وأن هذه الدار أمنية أهل الجنة وأهل النار. قال الله تعالى في أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال ابن مسعود فيما يرويه إن أرواح الشهداء كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال يا عبادي سلوني ما شئتم، فقالوا يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. واعلم يا أخي رحمك الله أن الله تعالى